مساء الخير. تفصلنا ساعات قليلة ونكون على موعد مع حدث تاريخي هام، لأنه في هرم رابع اتبنى على أرض مصر وهيتم افتتاحه بعد قليل إن شاء الله بحضور العالم كله. عايزك تتخيل معايا كده يا صديقي 7000 سنة متواصلين من الحضارة، فيما يعد أكبر تاريخ متصل لأي حضارة أو شعب على وجه الأرض. وده بس اللي احنا عارفينه من اللي تم اكتشافه، لأن في مصادر وبرديات زي بردية تورين المصرية القديمة الموجودة في متحف إيطاليا بتقول إن تاريخ مصر الحقيقي ممتد لأكثر من 30,000 سنة. تخيل كده الآلاف من السنين دي وكل الآثار والتراث الحضاري العظيم الأضخم على الإطلاق لأي بلد أو أمة واحدة في العالم هيظهر أخيرا وبكامل عظمته ورونقه أمام أنظار العالم كله في متحف واحد فقط. والمتحف ده يعد هو الأعظم والأكبر في العالم والأكبر المخصص لحضارة واحدة في تاريخ الشعوب. المتحف المصري الكبير مش مجرد متحف، ده عبارة عن قصة مصر الحقيقية اللي بتتعرض لأول مرة في تاريخها أمام الناس. وعشان تستوعب الموضوع كويس عايزك بس تتخيل معايا شوية الأرقام والحقائق اللي جاية دي واللي ممكن تكون مش واخد بالك منها، بس ركزوا معايا لأن الكلام ده مهم ومتكلف. المتحف ده جواه أكتر من 57,000 قطعة أثرية، كلهم من حضارة واحدة، بس يعني هي حضارة واحدة فقط، هي الحضارة المصرية القديمة. ومفيش فيه قطعة واحدة بس مسروقة زي باقي متاحف العالم وأوروبا. يعني لو افترضنا أنك هتشوف كل قطعة موجودة فيه في ثانية واحدة، فأنت هتحتاج 16 ساعة متواصلة من غير ما تغمض عينيك لحظة واحدة. أنتم متخيلين العظمة؟ كمان المتحف ده فيه 12 قاعة عرض، وكل قاعة بتحكي لك فصل من حكاية الإنسان اللي بنى أول دولة في التاريخ، وإزاي كان عايش وإزاي بنى حضارته ووصل للعلوم دي. والقدر ده من المعرفة اللي لحد النهاردة مش قادرين نكررها. عايز أقول لكم إن في قاعة واحدة مخصصة لعرض مجموعة الملك توت عنخ آمون، مساحتها حوالي 7500 متر مربع، دي قاعة واحدة بس. والقاعة دي هيكون جواها أكتر من 5000 قطعة أثرية من الأجمل في تاريخ البشرية بالكامل، وبنفس جودتها وكما صنعت من آلاف السنين، وهتتعرض النهاردة لأول مرة أمام العالم. والمجموعة الكاملة دي بتتجمع مع بعضها لأول مرة من ساعة ما تم اكتشاف المقبرة في وادي الملوك من 100 سنة تقريبا. وحتى رحلة بناء المتحف كانت ملحمة حقيقية، وهي السبب في ان اقول لك عليه ان هرم مصر الرابع الجديد 17 سنة من التعب والشغل المتواصل من عمال ومهندسين مصريين. هتلاقي صورهم تحت في التعليقات على مساحة تقرب من 500,000 متر مربع. وقبل حتى ما يتم افتتاحه، يعني المتحف قبل ما يتفتح النهاردة حصل على 8 شهادات ايزو، 5 جوائز دولية كبرى منها جائزة اليونسكو وجائزة البناء الأخضر. وحاليا صحف العالم بتعتبر حدث افتتاحه هو الحدث الثقافي الأهم في القرن. الواجهة نفسها بتاعت المتحف زي ما حضراتكم أكيد شفتوا هي عبارة عن تحفة معمارية حجمها 600 متر من رخام سيناء، ومحفور عليها خراطيش الملوك كأنهم بيستقبلوك بنفسهم. وبعدين أول ما تدخل هتلاقي المسلة المعلقة الرمسيس الثاني بتسلم عليك من فوق وبترحب بيك في أرض المجد ومهد الحضارة. بعد قليل يا سادة يسعدني أن أكون من المتشرفين باستقبال وفد رسمي مكون من 39 رئيس وملك وأمير جايين عشان يتفرجوا على حضارتك وهي بتتقدم بكامل بهائها أمام عيون البشر. ملوك ورؤساء ووزراء من أوروبا وآسيا وأفريقيا والمنظمات الدولية كلهم هيكونوا حاضرين في وسط الحدث اللي هيتذاع على آلاف القنوات. وحتى منصة التيك توك نفسها عاملة اتفاقية مع مصر عشان تنقله للبشر كلهم في بث مباشر برعاية المنصة نفسها. الافتتاح اللي هيحصل إن شاء الله قدام عينيك كمان شوية ده يا صديقي هو مش احتفال عادي، ده عرض عالمي لتاريخ مصر، عرض غير مسبوق في التاريخ وما حصلش بالشكل والحجم ده قبل كده، ويعتبر بمثابة تتويجا لشعب مكافح وبطل صامد منذ آلاف السنين على أرضه ومحافظ عليها، وكان وما زال بيعلم العالم الحضارة والإنسانية. مصر مش دولة، مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ. ربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا ويفرحنا دايما بنجاحها. أشوفكم على خير لأن أنا يدوب أتحرك دلوقتي، وإن شاء الله الحديث دايما بقية بإذن الله. تحيا مصر.